الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. سلام الله عليكم جميعا، نتمنى تكونوا على خير ونتمنى كذلك تجربوا هذا الخير. فقاس بدقيق القمح الكامل بدون السكر، بدون كسور، كيجي بدون كذلك دقيق أبيض، ما فيش حتى حبة دقيق الأبيض، كيجي هائل. غير جربوه وبقوا معي حتى الآخر فيديو باش تسمعوا كامل النصائح اللي غنقول لكم وتقيدوا بهم. في قصرية أو في الشيبول فاش كتخدموا غنوضع 3 البيضات، زوج كاملين ووحدة غنضيف المح ديالها ونحتفظ بالأبيض، يعني المح هو اللي غندير والبيض غنحتفظ بيه باش غندهن. غنضيف قبيصة الملح، نصف كأس زيت، تقدروا تستعملوا زيت الزيتون، نصف كأس زبدة، يعني ما يكونش فيها الحليب، يعني تذوب مزيان. تقدروا تضيفوا الكاس كله زبدة بلا ما تضيفوا كاع الزيت المائدة، او لا تعوضوه بزيت الزيتون. نصف كأس حليب، نصف كأس زهر. نخلط هاد المكونات كلهم يعني حتى يندمجوا. كما قلت لكم في اول فيديو، فقاس بدقيق القمح ما فيش حبة نهائيا ديال الفورس. اذا هنايا انا القمح غربلته، تقدروا ما تغربلوش، انا خديته من الطاحونه وكنقول من الطاحونه غربلوا ليا. اذا غنوضع 5 الكؤوس، اذا وغنضيف معلقه ديال سكينجبير صغيره ومعلقه ديال القرفه خماره وحده من فئه 8 او 7 غرام. غنخلط هاد المكونات. اذا كما الخطا اللي درت ماشي خطا، هو نقصت من السوائل، يعني الحليب العوض ندير كاس الحليب درت في الاول غير نص الكاس. اذا هنايا بعد ما غنحس بالعجينه بدات كنعرفوا بان دقيق القمح كيتشرب بحالو بحال السميد، غنضيف نصف كاس اخر ديال الحليب، يعني في مجموع غنضيف كاس. اذا العناصر انا غنكتبهم لكم دائما، راني كنكتبهم في صندوق الوصف. نضيف نصف كاس الاخر هو اللي غنجمع به. غنحس بالعجين بدات كتجمع وكنعرفوا راه كيتشرب، نخليه شويه بلا ما غسلنا يدينا ونرجعوا العجين. راه كيجي رطب، العجين ديالو كتجي رطبه وملسه وكتلم لينا. ما تخافوش من دقيق القمح وتقولوا بانه راه ما غاديش يجمع ولا في الخدمه ديالو فاش غيدخل الفران غادي يتفرتت نهائيا. غير تتبعوا الطريقه راه كيجي رائع جدا. حتى اللي بغى يديرو حلو ماشي مشكله، غير يضيف كاس ديال السكر، ولكن انا هنا راه ما درتو مسوس. شفتوا العجين بعد ما ارتاحت واحد شويه راه كتلم لينا. وشوفوا هذا هو القوام اللي خاصو يكون. بالنسبه نقسمتها لزوج كرات، يستحسن قسموها على 3. من بعد غنقول لكم علاش. اذا هنايا غناخذ الورق ديال الطبخ او لا بلاستيك نفرشوه، اللي هو اللي يساعدني باش دغيا كتجمع معايا اولا كتهز ليا العجين ونوضعها في الطاوه، وحتى كيعاوننا حتى في الخدمه باش كنبداو نلويو الفقاس ديالنا. تقدروا العجين راه كتكون رطبه كتساعدك بزاف، ما كتحتاج كاع للدلاك. انا الكرات الاخرى انا ما غنديرش لهم الدلاك. ندهن هنايا راني درت بيضه، هذاك الابيض ديال البيض، وضفت ليه القليل من القرفه والخل باش يحيد لي ديك الزفوريه، ونبدا نستف في الكركاع. انا درت هاد الاولى كركاع والاخرى راني غنديرهم لوز ان شاء الله. اذا حتى تملأ ليا كلها، يعني كنغطي هذيك العجينه ديالي كلها بالكركاع ويبقى غير واحد شويه في الاخر، ونضيف كذلك البيض باش يشبر ليا مزيان. صدقوني غير جربوا هاد الوصفه كتجي ممتازه جدا وكتزعموا عليها مع كاس ديال اتاي. غنبدا كنطوي بهذا الشكل وكنزير. المهم حاولوا، لان العجين راها ماشي بحال ديال الفورس، حاولوا ما تخلوش الكركاع ديالكم يخرج العجين.
انتي كتلوي وكتزيري، كتلوي وكتزيري، والعجينه راها ملسه، وكنضغط باش ما يكونش هذاك الهواء اولا هذاك الفراغ بين المكسرات، وكنسد عليه بحال ما هكا. اذا داكشي علاش قلت لكم قسموها، جاني هاد البودان طويل كبير باش تحكموا فيه جيدا. قسموا العجين لثلاثه، وكنبدا نضغط حتى كنحس بان راه ما عنديش فراغات بين المكسرات. غندهن بنفس البيض اللي دهنت به، اللي فيه القرفه والقليل، عفوا قبيله ماشي قليل من سميتو، قليل من الزهر. وندير لوز ايفيلي، تقدروا تخلوها غير هكاك اولا ديروا البافو اولا الزنجلان، المهم تزيين اختياري. انا درت هذا اللوز ايفيلي. كما قلت لكم ديروا البافو، زنجلان، لوز كونكاسي. هنايا كما قلت لكم راه البودان ديال الكركاع جاني كبير، ولكن تحكمت فيه انا. غير اللي مبتدئ ديروا قسموا العجين لثلاثه. هنا بالنسبه لهذيك الكره اللي بقات لي راني قسمتها على زوج، يعني حيت الطاوه عندي صغيره. درت البيض بعد ما طلقتها في سطح العمل، وغندير اللوز هكا بطريقه عشوائيه، نملأها حتى هي لوز. وندير دائما البيض، ندهن بالبيض باش يشبر معايا في الفقاس وما يطيحش ليا حتى فاش كنكون نقطع. وكنزير، كنلوي وكنزير، ماشي بزاف نزير حتى كتخرج ليا المكسرات، غير كنزير بيديا يعني حتى نحس بان العجين راه ما فيهاش هواء. وفي الاخر كنسدها وندهنها حتى هي بالبيض، ونرش باللوز ايفيلي. واللي وصلت معايا حتى لهنا ما تبخلش عليا ولو بتعليق بسيط جدا واشتراك ولايك. ما بقيناش كنديروا صراحه فيديوهات، علاش؟ لاننا ما كنشوفوا، ما كاينش مشاهده. اذا واحد السيده نتمناها تكون في تشوف الوصفه ان شاء الله، طلبات مني شي وصفه بدون سكر لهذا الفقاس. راني تقريبا والله القسم درتو على خصيصه ليها، الاسم ديالها مشى ليا، ما بقيتش عقلت عليه. نتمناها تشوف الوصفه. انها قالت لي انا مريضه بالسكر الله يشافيها، قالت لي بغيت شي وصفه بلا سكر. اذا هذا جربوه، يحتاجوا مالين السكر كيتشهاو حلوه بحال ما هكا، ماشي غير مالين السكر، كلشي وحق الله العظيم الا كيجي رائع جدا. ما كتحسيش كاع بهذيك لان في ديك معلقه ديال العسل طبيعيه مع عسل حر، بخصوص لك العسل الحار ما غاديش يضرك. هذا ديال اللوز راه ما كتخسر ولا حتى حاجه حتى حبه. اذا هذوك الفراتات اللي كتشوفوا في الجنب غير ديال اللوز اللي كاين اللي زينت به، اما راه حتى حاجه ما ضاعت ليا نهائيا. تبعوا غير الطريقه. بعد ما دخلته الفرن، يعني بعد ما تشمع، غطيت عليه بزيف وهو سخون وببلاستيك، وخليته حتى الغد. عاد بديت كنقطع. الفرن يكون على شمعة يعني قليل. اذا هذاك الشيء كما كتشوفوا غير اللوز اللي طاح من هذيك، اما هو راه ما كيدير والو، ما كتخسر فيه حتى حبه. كما قلت لكم ندوي لكم مع الفرن، يكون الفرن مهيل جدا على شمعة، وندخل الفقاس ما كيتفرقع ما والو، غير يتشمع ونحس بيه بدا قصاح نخرجه. هو سخون نغطيه بمنديل وبلاستيكه، ضروري نوصيكم بالبلاستيكه، ونعاود نغطيه بحال كنعرقه، ونعاود نغطيه بشي حاجه ثقيله، ونخليه حتى النهار الاخر، ما تخلوش البرد يدخل ليه. اذا هادو هما كل المعلومات، راني ما بخلت عليكم بحتى معلومه. وناخذ سكين نخليه حتى يبرد، وناخذ سكين ماضي. راه شريت انا بكيه خصيصا غير الفقاس. اذا يكون ماضي، هذاك المسلم مكتوبه فيه حاده، هذاك اللي يكون جديد خلوه غير الفقاس. اذا هنا كنستفهم وندخلهم يتحمروا تاني من جديد، نشعل عليهم من الفوق ومن التحت درجه مهيله، ماشي بحال الشمعه ولكن مهيله. مع المراقبه باستمرار راه كيجي رائع جدا.
نتمنى الوصفة تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم وتجربوها، راها هائلة جدا. وإلى اللقاء وإلى فيديو آخر إن شاء الله. خا الفيديو طويل غير باش نوصل لكم كل شي المعلومات.